كب كيك الأفران ومعشوق الأطفال حلو قوي وطعم كمان، محشي بالشوكولاتة. هيحبوه أولادكم وهيفرحوا بيه. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. أنا عايزة بس أوريكم الجمال من جوه، مرضيش أخليه يستنى لما يبرد. بصوا كمان جميل ازاي، الشوكولات فظيعة. أول حاجة هجيب كوباية من السكر، ممكن انتي تقللي المقادير براحتك خالص. حطيت عليهم كوباية كمان من الزبدة، يعني السكر قد الزبدة، ولازم الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة. هبدأ أضرب فيهم لغاية لما يبقى لونهم فاتح معايا. الكمية دي عملت معايا أكتر من 45 واحدة من الكوكيز اللي حجمها كبير، يمكن التصوير مش مبين. بعد كده هبدأ أضيف بيضتين بس، مش أكتر من كده، وأحط عليها شوية من الفانيليا، يا إما باودر يا إما سايلة براحتك. حطيت أول بيضة وبعدين تاني بيضة. بدأت أقسم المقادير ل3 بولات. أول بولة حطيت فيها أحمر، ودي هتبقى بطعم الريد فيلفت، وزودت عليها كوباية من الدقيق. تاني واحدة حطيت عليها نص كوباية من الكاكاو، ودي هتبقى بالشوكليت، وحلوة قوي وطعمة جدا، والعيال حبوها قوي قوي قوي. تالت واحدة هعملها طبعا اللي هي تبقى بالفانيليا. ببدأ ألم العجين بأطراف صوابعي، ما تعجنوش يا جماعة. دي الريد فيلفت اللي أنا حطيت فيها اللون. ببدأ أحط لون جيل، وفي ألوان باودر، بس أهم حاجة تكون حاجة كويسة ومضمونة عشان ما تتعبش الأولاد. ببدأ ألمها تبقى طرية معايا، بتلزق سيكة بسيطة يعني. التالتة اللي هي بالفانيليا، حطيت برضو عليها كوباية من الدقيق، يعني أنا كده حطيت حوالي 3 كوبايات من الدقيق. وبيفرق طبعا نوع الدقيق اللي عندكم وشربه للسوائل. ابدأي حطي معلقة معلقة، ما تكتريش، بس هو في الغالب خدت معايا بالمقادير المظبوطة 3 كوبايات بالدقيق على الكمية اللي أنا عملتها. ببدأ ان انا اسيبها ترتاح شوية نص ساعة، وابدأ اكور بالطريقة دي. بوريها لكم ان هي طرية جدا، ما بتلزقش. بس ببدأ احطها في الشوكولات شيبس كده، وببدأ ارصها. جربت الاول 3، وبعدين حطيت كل المقادير اللي عندي على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص، ربع ساعة، وبتطلع لك العظمة والجمال ده. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب.